مش هاعمل كمية بصل كبيرة زي ما أنتم شايفين، يعني كام بصلاية كده للطوارئ مش أكتر، مش مثلًا هاجيب لي 5، 10 كيلو بصل وأفرمهم وأحطهم في الفريزر لأ، يعني شوية بصل للطوارئ. مثلًا في أيام عادية أو مثلًا عندي وقت أو عندي مساحة إن أنا أفرم البصل عادي فريش كده هاعمل كده، اللي أنا باشيله ده للطوارئ فقط، يعني مش اللي هو عمّال على بطّال أسحب منه، مش هيعملوا على فكرة كمية كبيرة تقريبًا كانوا 5، 6 بصلات، لمّا أضربهم في الكبة هاشيلهم مثلًا على كيسين، الكيس مثلًا ممكن أستخدمه على مرتين، فيعني ممكن 4 مرات اللي هو لو الدنيا مزنقة معايا خالص أو زي ما قُلت لكم تعبانة أو حصل أي ظرف تمام، أنا باضرب في الكبة كده باقطّع البصلاية تقريبًا على 4/4 وباحطها كده وهي شغالة، وبعدين طبعًا باوقّف شوية واشغّل شوية مش عمّال على بطّال كده إيه الكبة شغالة. أنا كان عندي كبة تانية على فكرة بس السلاح بتاعها اتكسر ودايخة على قطع غيار ليه مش لاقية مش عارفة ليه، ومش لاقية التوكيل بتاعها، إن شاء الله كده هاحاول أبحث عن مكان التوكيل بتاعها وأجيب لها قطع غيار عشان برضه أريّح هنا الماتور